يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخياً وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازاً عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. هذا جاء في مؤلف مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل. يقول الدكتور عبد العزيز بن عبد الجليل كذلك أن دليلاً آخر على التسرب المذكور يكمن في توافق أسلوب الطرب الغرناطي في كل من وجدة وتلمسان ونضرومة، وهي كلها تقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين البلدين. هو توافق تقف في مواجهته الأساليب الموجودة في المدن الجزائرية الوسطى كالجزائر العاصمة نفسها والشرقية كمدينة قسطنطينة، وتتجلى الفوارق بين الأسلوبين في عدة جوانب تمس موضوع القصيدة وأسلوبها والمواويل والتهاليل وبنيتها اللحنية والإيقاعية وطريقة أدائها عزفاً وإنشاداً. إذا رجعنا إلى كناش الحايك، الجزائر الموسيقى الغرناطيه اللي احنا بصدد اننا ان شاء الله غنحكيو عليها. بالمغرب الموسيقى الاندلسيه والموسيقى الغرناطيه يعني عرفت اشعاع كبير وتقدم كبير في الجزائر، خاصه في تلمسان اللي هو يعني النظير ديالها مدينه وجده، نظرا للتقارب يعني بين وجدة والجزائر، والتقارب سواء كان في الفن أو كان في التقاليد أو كان هذا. إن كان الموسيقى الآلة بأصولها الإشبيلية والطرب الغرناطي بأصوله الغرناطية وموسيقى الحوزي في الجزائر بأصولها كذلك الغرناطية وموسيقى المالوف في شرق الجزائر وفي تونس وفي ليبيا بأصولها الأخرى، إذن هي كلها خيوط إنما يكون ولكن معينها واحد وهو الموسيقى الأندلسية. كذلك قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية لمدينة الرباط، بحال عائلة بن غربيط تماما. محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي، خاصة أنه من جا لمدينة الرباط لقى أن هناك هواة، كاين موسيقيين اللي هما عندهم حس فني عالي وعندهم يعني الموسيقى واحد الحاجة اللي هما كيميلوا لها بزاف. نقطة أخرى في مدينة الرباط، معروف أنه كاين تعايش كبير مع اليهود المغاربة، وهنا الطرب الغرناطي متداول بواحد الصفة رائعة في كل ما هو مطروز في النوبة، في الشقوري، في الحوزي. فهاد المكونات كلها أو هاد النقاط اللي هضرنا عليها كلها كتجعل من أن المدرسة الرباطية كانت من القديم قائمة الذات، والحمد لله دازوا فيها فنانين اللي هما يعني معروفين وكتار. Aujourd'hui, c'est de la musique gharnatée, c'est de la musique, on peut dire un peu algérienne. Un peu algérienne, mais bien sûr, parce que le Maroc est connu pourquoi ils ont fait tout genre de musique, et toujours dans le même style, arabe-hébreu, du matrouz. C'est des arrangements que j'ai fait moi-même. ولكن مما يقال على أن كانت الأمور مقسمة، كانت فالنسيا مثلا حازوها المغاربة، وكانت اشبيليا ياك وغرناطة، ذكرني عفاك غرناطة اشبيليا وغرناطة وقبيطلة تونس. نعم، وغرناطة مشات لتلمسان. نعم، على حسب علمي كانت تقريبا توأمة ما بين فاس قرطبة وما بين تلمسان غرناطة. اي هذه كانت اتصال، نعم. كان اتصال ادبي وعلمي والى اخره وما اشبه ذلك. وحنايا عندنا المدرسه اللي معروفه في وجده هي المدرسه التلمسانيه، نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجده خاصه كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان. كتعرفي ان تلمسان ووجده بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافه قصيره. وكان في عهد الاستعمار كاين
ينشطوا في هذه الجمعيه الاندلسيه اللي كانوا كيجيو من فنانين من تلمسان ويتلاقاو بفنانين تاع وجده وكيديروا بيناتهم يعني تداريب